مفيش الكلام ده كل دي كانت اشاعات عشان ابطل. ما خلي بالك، ما انت عارف في النادي الاهلي لما بيكونوا عايزين يبطلوا حد ده كبر، ده وزنه زاد، لا اصل ما بيدافعش. طب ما انا طول عمري ما بدافعش. طب انتوا جايبيني اصلا وانا ما بدافعش؟ انتوا جايبيني عشان تكسبوا. انت واخد بالك؟ انا ماليش دعوه، ما هو ربنا خلق الناس يعني درجات، في ناس بتهاجم وتجيب اجوان وتعمل اجوان، وفي ناس تانية بتدافع. انا مالي بقى بالقصه دي، ما انا لو دافعت مش هبقى رضا معايا. انت شايف ساعتها بقى ان يعني ما كانش في عد بالنسبه لك كابتن في المشاركه؟ السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. معانا فيديو صغير للكابتن رضا عبد العال وهو بيدعي ان الاهلي ظلمه وجاء على تاريخه، فمحتاجين نشوف هو قال ايه ونرد عليه واحده واحده. لكن كالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب علشان اكتر الناس اللي بتشوف الفيديوهات مش مشتركه في القناه، وتصلي على النبي، وما تنساش تكتب لي رايك تحت في كومنت. كان المفروض انت شفت العدل في الاهلي يا كابتن اكتر؟ ها؟ لا لما لعبت؟ لا. طب برضه انت بتقولي العدل برضه يعني مش موجود في الاهلي ازاي؟ يعني لا انا بكلمك على المدربين الاجانب في النادي الاهلي، ما كانش عندهم يعني هارس في الاول. بص عشان تعرف بقى ان هنا المدربين الاجانب كان عندهم حد. فاكر انت اول ما رحت انا كان ساعتها بطوله افريقيا النادي الاهلي واخدها، فما رضيش يلعبني اول ماتش في الدوري وقال لي لا انت مش هتلعب لان انا مفنش بالناس دي واخد بيهم دوري. ده عدل؟ عدل. طيب ما انا ما زعلتش اهو. ليه؟ لان الراجل لسه لاعب الاسبوع اللي فات واخد بطوله، فعايز يلاعب اللعيبه هي. امال امتى حسيت ان مفيش عدل يا كابتن بكلامك يعني؟ لا يا كابتن رضا، قبل ما تجاوب بس على فكره العدل ومش العدل، انت بنفسك اثبتت ان الاهلي فيه عدل. انت جيت تكحلها عمتها، جاي بتدافع عن نفسك عشان تقول ان الاهلي ما فيهوش عدل. قلت ان المدرب ما رضاش يلعبك اول ما جيت عشان الفرقه اللي انت كنت رايح عليها كانت واخده افريقيا وواخده الدوري، فكان لازم تقعد دكه عشان الناس دي تاخد حقها. فده اكبر دليل ان الاهلي فيه عدل وان الاهلي فيه سيستم، ومع ذلك انا هكمل معاك اشوف اسبابك ايه وهرد عليك واحده واحده. امتى حسيت ان مفيش عدل يا كابتن بكلامك يعني في الاهلي؟ في اخر سنه بتاعه سومري. ازاي؟ لا حسيت ان هو بيضغط عليا. عشانك انت؟ عشان حاجات انا وحاجات تانية كتير. كابتن رضا ما كانش مقصر خالص في الحلقه نفسه؟ لا خالص يا راجل، انا بنزل اخر 5 دقايق بكسبك تقول لي ماشي، مقصر. بس مثلا كابتن رضا كان وزن زياده شويه. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده كل دي كانت اشاعات عشان ابطل. ما خلي بالك، ما انت عارف في النادي الاهلي لما بيكونوا عايزين يبطلوا حد ده كبر، ده وزنه زاد، لا اصل ما بيدافعش. طب ما انا طول عمري ما بدافعش. طب انتوا جايبيني اصلا وانا ما بدافعش. انتوا جايبيني عشان تكسبوا. انت واخد بالك؟ انا ماليش دعوه، ما هو ربنا خلق الناس يعني درجات، في ناس بتهاجم وتجيب اجوان وتعمل اجوان، وفي ناس تانية بتدافع. انا مالي بقى بالقصه دي، ما انا لو دافعت مش هبقى رضا معايا. انت شايف ساعتها بقى ان يعني ما كانش في عد بالنسبه لك كابتن في المشاركه؟ طبعا الفيديو ده كارثه اعلاميه بكل المقاييس. الكابتن رضا عبد العال المحلم اللي ملايين الناس بتتفرج عليه في التلفزيون، وللاسف في ناس مقتنعه بارائه وبيقول دايما ان هو صح، بيقول لك في 2024 عنده قناعات ان ربنا خلق ناس بتدافع وناس بتهاجم، وان الناس اللي بتهاجم ملهاش علاقه خالص بالدفاع. كابتن رضا انا عاوز اقول لك ان دي كوره انتهت من العصر الحجري. لو انت لحقت يعني العصر الحجري ايام ما كانش فيه اصلا تسلل، الكوره دي انتهت من ايامها. وايام ما انت كنت بتلعب يا كابتن رضا كان في حاجه اسمها الكوره الشامله اللي كان اخترعها كرويف مع برشلونه. ومفيش حاجه في الدنيا ومفيش لاعب في الدنيا مقتنع ان في لعيبه للهجوم ولعيبه للدفاع. لو بنفس مبدأك ده ما كانش كانافارو النجم الايطالي المشهور خد احسن لاعب في العالم، ما كانش فان دايك خد احسن لاعب في العالم، ما كانش راموس بيترشح كل سنه لافضل لاعب في العالم. مفيش حاجه اسمها لاعب بيدافع ولاعب بيهاجم. الكابتن رضا جه عشان يدافع عن نفسه ويدافع عن الاشاعات اللي هو بيقول عليها كانت اشاعات عشان يمشوه من النادي الاهلي، غرق نفسه اكتر واكد للناس ان الاداره كان عندها حق انها تمشيه. لا ومش كده وبس، مش مكتفي ان هو مش فاهم ومش عاوز يفهم، لا ان هو مقتنع وبيقول ما انتوا عارفين ان انا ما بدافعش، جبتوني ليه؟ فطبعا عقليه زي دي وقناعات زي دي ملناش غير ان احنا نرد عليها ونقول الحمد لله على نعمه الفهم ونعمه العقل. انت كنت بتعمل مشاكل اصلا يا كابتن؟ مش بعمل مشاكل، بس بحب الحق، ما كنتش بحب يعني اللي هو زي دلوقتي يعني. لا وكنت كده برضو وانا بلعب. يعني هقول لك على واقع، مثلا كان في اجتماع وكنا خسرانين من البلديه وكله عمال يقول لك ايه، لا الماتش اللي جاي ان شاء الله ربنا يكرم وهنكسب. كله كان كل البرتيتا قاعده كلهم. ولما جه الدور عليا قلت لهم احنا ما بنكسبش عشان فلان بيلعب وجاي من الجيش كذا ولعب بعد ما كان بقاله شهر ما بيلعب يعني بعيد عن الماتشات، وجي لاعبوا الماتش وخسرنا. قلت له كان في احق واحد يلعب عليه، عشان كده احنا خسرنا.
فلازم حته العدل. ساعتها بقى طلعوا فيا عاملين زي ايه انت مش عارف ايه، طب ما انتوا بتتكلموا غلط. وكله بقى بعديها والله العظيم وحياه النعمه دي يا فاروق، كان الكابتن طاهر موجود في عضو مجلس اداره. كابتن طاهر ابو زيد. فوانا خارج قال لي اعمل حسابك انت اخر سنه ليك السنه دي، انت مش هتكمل تاني. كابتن طاهر اللي بلغك طبعا. ده بعد الاجتماع ده قال لي خلي بالك انت اخر سنه بعد البقين اللي انت قلتهم دولت مش هتكمل. قلت له عادي، انا قلت حق ربنا. الكابتن محمد فاروق بيقول له يا كابتن رضا انت برضه انت ما اتظلمتش برضه، انت كنت بتعمل مشاكل. قال له لا انا ما كنتش بعمل مشاكل، انا كنت بقول كلمه الحق. قال له كلمه ايه يا كابتن رضا؟ يعني كلمه الحق دي معلش قلتها في ايه؟ قال لك كان في اجتماع بعد خساره ماتش معين والناس بتحاول تواسي بعضها وبيشجعوا بعض وبيقولوا ان شاء الله هنكسب الماتش الجاي. قمت انا طالع وقايم احنا مش هنكسب علشان فلان بيلعب وفلان ما بيلعبش. مبدئيا يا كابتن رضا انت مش من حقك تقول كده، لان انت واحد من ضمن الفريق، انت مش مدرب، فاذا انت كنت بتعمل مشاكل. فانت برضه كالعاده جيت تكحلها عمتها، جيت تثبت انك ما كنتش بتعمل مشاكل، اثبت انك كنت بتعمل مشاكل وبتتدخل في حاجات مش بتاعتك. وبعدين لحد امتى يا كابتن رضا هتقعد تقع في مغالطه الحكم بالنتائج؟ يعني تيجي تشوف النتيجه ايه وبعدين تحكم على الموقف. احنا خسرنا علشان في واحد ما لعبش على واحد، ولو كنت كسبت ما كنتش قلت كده، كان كل الكلام هيتغير. فملخص الكلام يا كابتن رضا يعني الكابتن طاهر كان لازم يمشيك، لانك اولا بتتدخل في شغل مش شغلك، ثانيا اصلا ادائك مع الفريق مش افضل حاجه. انت مقتنع وجواك ان الاهلي جابك وانت ما بتدافعش، فمش من حقهم يطلبوا مني اني ادافع. فكفايه ان دي تكون قناعاتك، يعني يكفي ان دي تكون قناعاتك. طالما انت مقتنع بكده مستحيل تكون لاعب محترف ومستحيل تمثل النادي الاهلي. فكويس قوي ان الموضوع وقف لحد كده وانك مشيت. معانا فيديو صغير كده للكابتن خالد الغندور وهو بيمارس هوايته المعتاده في التلاعب والتلون كالافعى. المهم ما يديكش اجابه منطقيه ولا يديك راي تعرف تستند عليه. كابتن سيف زاهر بيساله مين الاحق بحراسه مرمى منتخب مصر الفتره الجايه بعد اصابه محمد الشناوي، فقعد يتلون علشان ما يردش باي نتيجه. فتعال نشوف الكابتن خالد بيقول ايه. من وجهه نظرك من هو الحارس الاساسي لمنتخبنا الوطني في البطوله اللي جايه اللي هي يوم 18 الشهر ده؟ محمد صبحي او محمد عواد او احمد الشناوي. ما هو انا دلوقتي كان في حراس مرمى في المنتخب، كان في محمد الشناوي وكان في محمد ابو جبل وكان في احمد الشناوي وكان في محمد صبحي، صح مع فيتوريا. وجهه نظر العميد هتكون مختلفه. مصطفى شوبير ممكن يبقى رابع، يعني ممكن يكون حارس ثالث رابع في المنتخب، لانه حارس واعد بدأ ياخد فرصته بعد اصابه الشناوي. زي ما شفت كميه التلون والتلاعب بكل الطرق، لكن انا مش فارق معايا كل الكلام اللي قاله ومش فارق معايا هيختار مين. ايه دخل مصطفى شوبير والاهلي في الموضوع؟ الراجل بيسالك سؤال عام على جميع حراس الدوري المصري، مين الاحق بتولي حراسه منتخب مصر؟ ايه دخل الاهلي ومصطفى شوبير في الموضوع؟ مش فاهم ليه بتحب يا كابتن خالد تتلون وتفضل تلف وتدور، لكن هقول ايه، هي دي طبيعتك. حط كده الثلاثه الاول، ما انت لازم تاخد واحد من عواد وصبحي. لا واحد عواد لصبحي. مين فيهم؟ مين فيهم؟ ومحمد بسام ومصطفى شوبير. انت حاطط مصطفى، انت حاططهم بالترتيب كده زي ما هم. لو الاربعه زي ما بقول لك كده. يعني من هو الحارس الاساسي لمنتخبنا الوطني في هذه البطوله من وجهه نظرك؟ محمد صبحي او احمد الشناوي. اديني اسم. محمد صبحي او عواد، واحد فيهم اللي هيجي. بس يعني محمد صبحي او احمد الشناوي بس. فممكن يكون صبحي او وجهه نظر حسام حسن بقى انه محتاج عواد. هو مين اللي هيقف بكره، صبحي ولا عواد؟ لا اعتقد عواد. عواد؟ هو بيعمل ماتش وماتش، انا حاسس كده يعني. في كده؟ ما انت عندك لعيبه مش متأيده في افريقيا، في لعيبه بتلعب في الدوري، في لعيبه بتلعب في افريقيا. انت دي مقتنع بيها؟ اما انت مشكله انت عندك اتنين. طب مين هيلعب اهلي وزمالك؟ اتنين حراس قريبين من بعض. اهلي وزمالك مين اللي هيلعب؟ ما اعرفش، بس هو اللي انا عارفه يعني ان المدير الفني اللي بتاع حراس المرمى بتاع الزمالك هو مقتنع بفكره ان الصبح بيعرف يلعب برجليه من ورا. الفيديو عباره عن ان سيف زاهر عمال يزنقه مين اللي حق بحراسه مرمى منتخب مصر، وخالد الغندور عمال يتلون ويقول له يا صبحي يا عواد، يا عواد يا صبحي، يا صبحي يا عواد، يا عواد يا صبحي. اغنيه والله العظيم تتعمل اغنيه. المشكله ان هو بيرشح صبحي وعواد، وصبحي وعواد نفسهم مستواهم مزري. يعني صبحي قبل ما يقعد دكه لعواد
كان لاعب متهيألي 13 14 ماتش داخل فيه 14 15 هدف، ومحمد عواد نفس الاحصائيات، من يوم ما لعب مثلا 10 ماتشات دخل فيه مثلا 7 8 اهداف، وده لا مستواه ثابت ولا ده مستواه ثابت. والمشكله ان ده لا بيلعب اساسي في الزمالك ولا ده بيلعب اساسي في الزمالك، ده بيلعب ماتش وده بيلعب ماتش، سياسه غريبه كده. ومع ذلك كابتن خالد الغندور يا واحد منهم يا خلاص منتخب مصر كده ما فيهوش حراس. طب ما يلعب اي حارس تاني بيلعب اساسي يعني في ناديه، احمد عادل عبد المنعم مثلا ولا محمد بسام، اي حارس. انا مش بقول لك ان مصطفى شوبير يلعب عليهم، سيبك من مصطفى شوبير خالص، انسى الاهلي وانسى مصطفى. لكن نفسي تقول كلمه حق مره، يعني نفسي تطلع تقول والله الاحق دلوقتي هو محمد بسام، حارس مستواه ثابت الى حد ما، مش من التوب 3 اصلا، لكن مستواه كويس ويستاهل ياخد الفرصه. لكن الكابتن خالد الغندور مستحيل يقول كده، ده بندق. كفايه كده على الكابتن خالد والكابتن رضا. طالما وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوفك في فيديو جديد، سلام.